نشوز الزوجة ودعوى نشوز للزوجة. كلنا عارفين ان بمجرد ما الزوجة بترفع دعوى نفقة زوجية الزوج بيجري يعمل انذار بالطاعة. الزوجة بتعترض على انذار للطاعة، لو ما طلبتش الطلاق لاستحكام الخلاف يبقى هي كده ممكن المحكمة تفصل في الموضوع بتاع الاعتراض، وساعتها تشوف اذا كانت الزوجة دي ناشز ولا لا. الزوج كسب انذاره وهي خسرت الاعتراض، من حق الزوج بعد كده يرفع عليها دعوى نشوز ويطلب وقف نفقة الزوجية بتاعتها من يوم انذار الطاعة، من يوم علمها انذار الطاعة. الزوجة طبعا بتسلم نفسها في الجلسة وبتقول ان هي خلاص عايزة تدخل في طاعة زوجها. طبعا هنا الزوج بيبقى عارف ان ممكن الزوجة ما تروحش مع البيت، فانت المفروض بتطلب اجل بعيد شوية لاثبات ان الزوجة دخلت بالفعل في طاعتك، مش مجرد هي جاية تخسرك الدعوة وخلاص.